في الحقيقة لا أحتفل، لأن من السنة عدم الاحتفال. النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتفل بعيد ميلاده، الصحابة بعد لم يحتفلوا بعيد ميلاده. أنا دائما نطرح السؤال كسوا التلاميذ توعي ولا لصحابي، نقول لهم كي تحتفلوا عيد الميلاد شكون يطفي الشمعة؟ عيد الميلاد غالبا يطفي الشمعة، شكون يطفي الشمعة؟ ما كاش منها. يوم المولد هو يوم تاريخ يوم الوفاة، وأنا ما نحتفلش بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم. الجزائريون أولى لاتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم لحبهم له، لكن ليس في امور اخرى، في اتباع السنه مثلا في الصلاه فيما اوصانا عليه السلام. لكن في الاحتفال بالمولد النبوي لا. ونشوفوا باللي ديننا رفع المشقه عن الامه الاسلاميه. الاحتفال يتجسد فيه نديروا طعام، زعما نديروا طعام ونشعلوا شمعه ونديروا محرقه، ما كاش منها. المحرقه انا نشوف فيها اضرار بزاف، وديننا ما اوصلناش كاع، بالعكس رفع المشقه، رفع الضرر على الامه. فوالا. تشوف لي احتفال بالمولد النبوي بدعه؟ نقولوا بدعه مادام هو في حد ذاته صلى الله عليه وسلم ما احتفلش بعيد ميلاده، اللي بعده ما احتفلوش بعيد ميلاده الصحابه عليه السلام، انا ما نحتفلش. بالعكس عندي امور اخرى نديرها حبا للنبي صلى الله عليه وسلم. مثلا واش دير؟ اتباع السنه من باب اولى. فوالا.